واليوم جينا عند حلويات أبو الملوك. واليوم رح أخذكم معي بهيدي الجولة عند أبو الملوك تنشوف أشهر حلويات بمنطقة قصقص من سنة 52. خليكم معي. اليوم رح تاكلي أطيب حلويات وحتدوقي أطيب حلويات من عند أبو الملوك. أبو الملوك حألغي لك كل الدايت اللي أنت عملتيه اليوم. يلا تعالوا. يلا مشوا معنا. يعني جاي تخرب لي الدايت اللي أنا عملته موقف السكر وهيك. هلا قلت لك أنا اليوم عطلة وبدي إجي أخذك عند أطيب حلويات بقصقص. ما هو أنا رح أكسره لأنه ما شاء الله بشهي وكل شيء طازة مبين. هلا بنشوف شو بقلنا المعلم هون. معلم هشام كيفك؟ اهلا، ماشي الحال؟ الحمد لله. شو هالحلويات اللي بتشهي صراحة؟ ميرسي، كلك ذوق. يعني اليوم خربت لنا الدايت مثل ما قالت المدام. شو بدنا نعمل؟ هذا الشيء الطيب بدك تاكل منه. يلا بدك تضحي. نعم، بده يضحي الواحد. طبعاً، في طبعاً. واحد يعمل يوم تضحية. اكيد اكيد. طيب انا شفتك حامل هيدا الصحن البقلاوة كأنه. انا طيب بدي منك بس هيك تعملنا جولة سريعة على كل شو عندك أصناف بالمحل. هلا نحن مميزين بهيدي المادة بقشطة. هيدي المادة بقشطة اختراع من عند ابو الملوك سنة ال50 بلش فيها جدي. هي بتضاينوا من برات البراد، قشطة طبيعية، سمن بقري، سمن غنم حموي، فستق طبيعي كمان. ها خلينا نشوفوها بشكل اقرب. أو شيء طيب. فيها فستق معي. نعم فستق حلبي مظبوط. هلا ما حاسألك على السر اللي بتضاين يومين بلا براد. هي لا اسألني عن السر عادي. نحن بنخبزها بطريقة بنبخر منها المي طريقة مظبوطة، ببطل فيها مي نهائيا القشطة. يعني اللي ايوه نعم. شايف عندك هون شو؟ هاي نمورة كمان ابو الملوك ميز حاله بالنمورة كمان بيحشيها جوز، بقلبها في جوز بيكون دايما. اوكي نمورة بجوز. نعم. وعلى الداير بحط قلوبات. هون مد تمر. نعم. هيدا الصفوف. نعم كمان الصفوف نحن مميز عنا بقلبه في زبيب كمان دايره قلوبات. صفوف بزبيب. نعم. هون لون العقد الصفرة. العقد الصفرة كتير مميزة يعني، واكيد طعمتها حتكون غير شكل. انا بلاحق كل تفصيل، يعني اذا ايش العقد الصفرة غير لون برجع بردها لاخذ اللي بدي اياه من عند التاجر. مش انه خلص هات اشتغل بكيف ما كان. حتى بهذه اللي هي يعتبر تفصيل بسيط. اذا مش باب اول ما بشتغل فيها. كتير لفتني اللون يعني. ما بشتغل فيها ابدا. عندك هون المد الفستق. نحن الفستق عنا ما في نعم. ما حدا بيعمل مد الفستق على فكرة قليل. بلا بيعملوا بس مش فستق، بيكون بتلاقي لونه فاقع الفستق اخضر كتير. هيدا فيه صبغة. نحن مثل ما شايف حبوب الفستق كيف مقطعة كله فستق، صبغة ما فيه ابدا. هو اللون الطبيعي للفستق اصلا. صحيح. بس يكون بيستاشيو كتير. بس يكون هيك عاطي على فوسفور هذا يعني صابغين. اوكي هون مد الجوز. نعم. على فكرة مد الجوز كل شيء بجوز انا ما بحب فيه. بس برضو على فكرة قليل اللي بيعملوا مد بجوز، مزبوط ولا لا؟ لا بيعملوا ايه بيعملوا، بس بدك تشوف الكواليتي اللي حاطينها. كل العالم بتركز اكثر شيء على مد التمر مد القشطة، مد التمر مد القشطة. مد الفستق قليل على فكرة. نعم. طب المد بجوز شو سعره الكيلو؟ الكيلو الجوز عندي 1,100,000. الفستق 1,600,000. صفوف 900. التمر بمليون. نمورة مثل الصفوف 900. المد بقشطة السبيسيال نعم 1,200,000. إذا مشكل من كل شيء 1,100,000. هاي شعبية بحليب. نحن كل بضاعتنا كلها فيها سمن بقري بالمبدأ. وهيدا حليب تترا مثل ما قالت الست. احلى شيء فيها القرشي. خلينا نقرش. اسمع قرش تغير شكل. حليب تترا. حتى الحشوة فيها سمن بقري وفيها مسكة يونانية وما زهر. اوكي. وهلا جانا نحن عن جديد وجانا عم نسوي بقلاوة. هاي تشكيلتنا. كل بشكر فستق، كل بشكر كاجو، اصابع.
الاصابع اطيب شيء ايه خفيفه كثير. نعم، بصمه بكاجو. هلا انا عم بعبي طلبيه، هدول خلصوا. على فكره البصمه قليله صارت تنعمر. خدف بجو. هي عباره عن عجينه كنافه وش وكعب محشيه كاجو. طيب اوكي. قد ايه كيلو البقلاوه المشكل 1,300,000. فيك تشوف هون عندي هيك بتجي التشكيله. انا عندي هون طلبيه لجارنا عامل يوم افتتاحيه حدنا، طالب بقلاوه كمان، تجي هيك التشكيله. هذا 2 كيلو مشكل. نحن كمان بنتميز برا بالكنافه. هذا تصورك. شعبيات قد ايه القطعه؟ والله شعبيات نحن عاملين عليها بروموشن، يعني ما هذا الصنف اللي نحن ما بنربح منه هو والكنافه. الحب شعبيات بس ب 50,000 ودزيني 600,000. معلم هشام، احكي لي اي سنه بلشتوا بالمحل؟ نعم. مين بلش بالمحل؟ نعم. كيف انطلاقه المحل بلشت؟ انا بعرف من سنه ال 52. هو جدي بلش فيها المصلحه سنه 52. كان تحت بالبلد بيعرفوه كل الناس اللي قدام بيعرفوه. بلش اول شيء يعمل معمول المد بس نموره صفوف، واخترع المد بقشطه، وكمان المد بفستق هو اول واحد بلش فيه كمان. ما كان فيه هو كحلو لبناني، هو مد جوز صفوف، نموره، مد تمر، مد فستق، مد بقشطه مع فستق. اللي بلش فيه هو ابو الملوك. جدك؟ نعم. ايه نعم نحن كملنا. نحن جدي بيي وصلت لإلي هلا. على فكره انا عن جد هلا عم بحكي معلومه، من لما كنت صغير بيت جدي بالمنطقه قريب من هون. نعم. اذا كان حدا بده يشتري حلو يروح عند ابو الملوك. بسنة جيب كنافه من عند ابو الملوك. نعم. والله عن جد عم بحكي قبل ما تفتح كل هالمحلات اللي بسنة ال 75 لما صار في حرب تحت بالبلد، سكرت البلد، اجى لهون قبل ما تطلع البناية حتى. عمل غرفة عنده ببيته، عملها معمل، وعمل هون كيوسك برا. تجي بتأيد اسمك، كان بتدفع، توصل طلبيتك، ثاني يوم بحط يعني الراكب. تاخدها. دليفري قبل بيوم. ثاني يوم تاخدها. ايه ما كان هيك يحضر صدورها. بري اوردر كان يعمل يعني. ايه نعم يعني كله على الطلب كان. حلو. طيب شفت عندك هدول العلب الحديد، نعم. كرمال انه في عالم كتير من برات لبنان بتشوفني. نعم. هدول بعتقد للسفر. صحيح. يعني في اللي عنده نحن اكثر شيء بنبيعه هو للسفر. ايه بس شو هي اللي بيطلبوها اكثر شيء؟ والله اللي بيطلبوا كل الاصناف اكثر شيء مد بقشطه، لانه بضاين. نعم. قلت لي بضاين. نعم. في ناس بتفرزوا، في ناس بتاخذوا من عنا على امريكا، بتاخذ كذا بتفرز بامريكا مد بقشطه على 6 اشهر. أيوة. انا ما مجربها، بس انا عم بحكيكي عن تجربه الزباين، يعني هن شو بخبروني. يعني. معلم هشام، فوتنا هلا على الكنافه. اسم الله. هلا الساعه تقريبا شي 3:30. نعم 3:30. خلصت الكنافه. بنرجع بنساوي غيره هلا كمان. قطر عاد 2. تعرف مسؤولياتك ياخذوا. هاي كمان كنافه كمان بالسمن البقري وسمن غنم حموي وجبن المجدول الاصليه 100%. هاي جبن مش مطبوخه، حلو. بتتسخن اول مره على النار هي هلا. طيبه كتير طيبه وكتير خفيفه بنفس الوقت. يعني تاكل عندك كنافه ما بتتضايق، تنبسط كتير، ما بتتضايق ابدا منها. سعرها كثير. وكمان هيدي من الاصناف اللي نحن ما عم نربح فيها. سعرها كثير حلو. نعم 100%. صحتين. تفضلي. كيف الكنافة؟ كثير طيبة. انت يعني زبون دايم؟ على طول انا بيجي من جناح لهون لاكل عنده. بتاكل عنده. ما شاء الله، صحة وهنا. يعني بتنصحنا نجي نحن ناكل من عنده؟ اكيد طبعا، كثير طيبة. كثير طيبة، صحة وهنا. اهلا وسهلا. صحتين. شكرا لك. مرحبا. هلا. بدنا نسألك شو أخذت من عند أبو الملوك؟ اخذت مد بعشطة اللي محشية فستق طيبة أيوة. مع شعيبية واطيب كنافة عنده. على فكرة انا وولد صغير جاره كنت بهيدي المنطقة، وكنت يعني كنت أنت دفعه. زبون دويم. دويم عنده. الله يزيد. الملك.
الله يزيد الملك مش الملك، ابو الملوك. ابو الملوك، هو ملك، هو الملك، هو ملك بس ابو الملوك. بس حلويات ابو الملوك. صحتين. ميرسي. حبيبي. هلا بدنا ندوق الكنافه. عن جد انا كنت قلت ما بدي اكل حلو يعني، بس شكل مغري كتير، ورح نقلكم رأيي. طبقة هيدي السميد كتير رقيقة وبتقرقش، يعني هيدي لذتها للكنافة، انه مش عم ناكل الفركة سميكة. وعم لاحظ انه الجبنة ما شاء الله كتير كتير طيبة. رح اكل بعد، شكلي انا رح اكل الصحن وما اترك لك شيء. صحتين كده. رح اكل بعد لقمة لانه كتير طيبين. هيك الجبنة مقطيبة. عن جد بنصحكم تيجوا لعند حلويات ابو الملوك، يعني لانه عن جد اسم على مسمى. اذا بدي اعطيه انه هو ملك بالكنافه. الكنافه وطراوتها قرقشتها، اكثر شيء عجبتني القرقشه. بدي اسالك شو السر بهيدي القرقشه والرقه تبعيت الفرك بيقولوا لها؟ نعم، فرك الكنافه. نعم. ايه شو السر فيه؟ هلا هو نحن هو عم تعطي اسرارك؟ نو ابدا ما في اسرار، ما في اسرار. احنا شغل المضبوط الواحد بيحكيه. هذا الفرق، نحن هذا فرق الكنافه المضبوط، مش عجينه مثل ما بعض المحلات بيعملوا عجينه بيحطوها بالفرن بيشيلوها بيطحنوها بينخلوها. نحن هذا الفرق اللي ببلش بيكون شعر مثل العسمليه. اوكي، ببلش شعر. نحن هون عندنا بروسس بيمرق فيها بنحوله لناعم. ايه لانه القرشه هيدي ولا مره دقت عند حدا انه عطت هيدي القرشه 100% هذا بس. هيدي الرقه. نعم. بسمكوا الفرق نحن بنخليك تاكل شيء انه ما تتضايقي فيه. كل شيء عندنا هون على جرام بينحط كله ابدا على هلا محمد انت لازم تذوق يلا هلا بدي انا ادوق. معي حق. يلا. هلا اجى دوري. على فكره بلشت اول شيء بالجبنه. انا بحب الجبنه كثير، يعني انا بتهمني الجبنه اكثر من الفرق مرات. هلا دق لي القرش اللي عم خبرتك عنها. هي اصلا بس حط المعلقه هيك عم تقرش والله يا جماعه. شكلك رح تاكل الصحن بالضبط. وصدقا والله العظيم صدقا انا عم بحلف، يعني ما بحلف بالكذب، والله كثير طيبه. هي مش مجامله. انت هلا بتاكل عندي صحن كامل صدقي بتاكله وتبص فيه ولا كأنك ما اكلتش. وهو هيك رح يصير. لا حرقه ولا في شيء علق هون مضايق ابدا. حسبك تاكل بعض. وهو هيك رح يصير. اكلت الصحن كله اترك لي لقمه. هذا لان السمن حيواني 100%. هيدي البضاعه كلها اللي عندي انا هون ما فيها. هاي البضاعه كلها هي اللي عندهم من الكنافه ولا كان بقلاوه ولا كان مع محمد مشكل. كل هاي البضاعه ما فيها ابدا شيء سمن نباتي نهائيا. من هيك بتاكل تنبسط وتحسها خفيفه. السمن النباتي هو اللي بيساوي حرقه، هو اللي بيقعد على راس المعده بيضايقك. تقول انا ما بقى قادر. يصير عنده وبلاس كمان عندي السكر مدروس بكل الاصناف. انه مش انه والله يلا ساوي حلو حط قطر حط سكر خلي الزبون ياكل سكر زياده. لا. طب سؤال، هل حتعملوا شيء لمرضى السكري مستقبلا مثلا؟ مستقبلا ممكن. نعم، بس انا هلا لانه بعده الاكيب تبعي صغير
الحمد لله بقدر لاحق على الاصناف الموجوده عندي. طبعا بس بدي اعمل هالسكشن، بده يكون عندي بعد فريق اكبر مني. فريق اكبر، ايه، لانه في كتير يعني مرضى السكري بضلهم يستحلوا الحلو 100%. فنحن بنركض على محلات انه خصوصا البقلاوه وهيدي القصص ان شاء الله ان شاء الله عملت نعم، تكون نعم، كثير. نعم، إن شاء نحن الله. اول الناس رح نكون لإلي ولغيري. نعم ان شاء الله يا رب. وشفت هون الاستاذ شايفك اسم الله عباد صحن هذا اسمه صحن السعادة. الله، قد ايه لك تيجي عند حلويات ابو الملوك؟ أنا صار لي 30 سنة بهالمنطقة هون. 30 سنة ما باكل إلا عند أبو الملوك. زبون دويم. أكيد. شو بتخبرني عن الطعم؟ يعني أنا شهادتي مجروحة فيه لأبو الملوك صراحة، يعني مش إنه عم بعمل له دعاية إنه أنا زبونه أو رفيقه أو ابن المنطقة، بس فعلا يعني نحن نكبر فيه لهشام بالأخص، لأنه هيدي اللقمة مش هو ما ناطر شهادة حدا صراحة، بس هيدي اللقمة تاكلها ما بتشبع منها. العالم كلها حكيت عن معمول مد بقشطة، بس في هذا الصنف مظلوم اللي هو الصفوف. لفرجيك الصفوف، هو الصفوف منه جاتو، هذا صفوف بيجي فلافي لونه حلو ولونه وجوسي. ما دام عم تحكي انه هي قصة الحلو مش المشكلة بالاكل، فنحن بنلجأ للحلو كلنا. يعني اللي عامل ستيف ما بيقدر ياكل اكل، فبيعوض المواضيع كلها بالحلو. هلا هون بتيجي بتاكل حلو بتنبسط، ما بتتضايق، ما انه في سكر قوي، ما بتدنق انت عم تاكل، يعني بتاكل حبه حبتين فار، يعني ما انك مزوج ابدا. فهيدي الشغله حلوه كتير، خفيفه، بتاخذ حاجتك من الحلو، ما بتتضايق، ما بتنزعج، يعني ما بتحس بحرقه او بتحس بضيق بشيء او بتنزعج. نحن معدتنا كتير حساسه، المدام بتعرف هالشيء، وكل عامل عمليه هالموضوع بتعرف هالشيء، يعني اقل شيء بتضايق. موعودة بالتعود الدايت ان شاء الله ان شاء الله. ايه ان شاء الله معلم هشام قرر وعدنا على الفيديو يعملنا سكشن خاصه للدايت. ان شاء الله، الله يرزقه يا رب وما تعطل ان همس. شاء الله. يلا صحتين حبيب قلبي. عن جد ما قادرة إلا ما كفيهم، حتى بردت، حتى هي وباردة طيبة. هيك شو اشتري. طلعنا كل هول. يلا صحتين. عطول عند ابو الملوك. ان شاء الله بتشرفونا حبيبي. اهلا وسهلا فيك. أنا رح جيب للبيت ولابني ولأمي وللكل. صفل رح أخرب لك بيتك، دايما بس تجيب لي معك بخرب بيتك. وقت اصابع كمان الصفوف والشاب. نحن بدنا ناخد أكتر، بس لأنه ابني عامل دايت فرح أكسر له الدايت. نمورة ولا كمان الصحن الرائع اعطينا اياه. النموره للاموره. بدك قشطة؟ ايه بنحط قشطه اصلا. قشطه بعد هون. ايه 2 قشطة. جود بحبهم. بستو مش صبغه لا ولا سميد ومصبوغ وكذا، بستو لا مبين بستو طبيعي. عن جد ابو الملوك. نعم عامل هالاسم هاي مسؤوليه طبعا والله مسؤوليه. انا بهادي بكون دقيق بكل شيء، لانه هذا الاسم مسؤوليه برقبتي، بيكون ابو الملوك عن ابو الملوك. ايه عن جد والله. وهيك بيكون خلص الفيديو ورحنا عند حلويات ابو الملوك، واضطرينا نصور هلا هيدا المقطع بالسياره لانه كان في حد افتتاح لمحل وصوت الموسيقى كتير عالي، فلهذا السبب بعدت شوي عن المحل لحتى اقدر صور هيدي النهايه. ومثل ما قلنا لكم جبنا حلويات بتشهي صراحه كتير طيبه، واكيد الارقام عم تشوفوها عم تظهر قدامكم كمان، وايضا رح احطها بوصف الفيديو، بحط لكم وين الموقع تحت بالضبط، يعني وين الموقع من خلال خريطه جوجل حتى تكبسوا عليها بتروحوا دغري على اللوكيشن لحتى تقدروا توصلوا لعنده بشكل اسرع. هو ما بيضيع على خط قصقص من ميلة جوا. وانا بدي اتشكرك انه على هذا المحل قلت لي بدي طعميكي من عنده وكسر اليوم السكر. صحيح انه عنده سكر او قطر بس كتير خفيف، يعني الاصابع تعول البقلاوه بقرقشوا، يعني اكلتها ما راح اكل وحده تانية هلا.
بس بيقرقشوا والحلو كتير خفيف فيهم. بدي بس عن بدي جد أطشك كله بدي طيب. أطشك بدي أطشك. وحتى ما قدرت الا ما اكل الكنافه. لحظة بدي أطشك، هيدا الفيديو مش دعاية يا جماعة، هيدا الفيديو مش دعاية أصلا. حتشوفوا يعني القناة بعدها جديدة، فما حدا هيعمل فيديو بقناة بعدها جديدة، معروفة هيدا الشيء قد ايه رح يجيب يعني مشاهدات وقد ايه كذا. فهيدا الفيديو مش دعاية، هيدي تجربة حقيقية. حبيتوا انتوا تجربوا، اكيد فيكم تجوا وتجربوا، بس هيدي تجربة حقيقية صادقة مننا، يعني ما اخترعنا شيء، ما ضفنا اي شيء ولا اتفقنا مع اي شيء، تجربة حقيقية وصادقة. وعن جد حتى الكنافة سعرها كتير رخيص، يعني مين ببيعك كنافة ب150,000 يعني. طيب وطيبة، وحتى الزبونات بيقولوا له شو 150، بيعطوه 200 انه قد ما بتستاهل. وعن جد بتستاهل. رجعت كملتهم هن وباردين وطلعوا طيبين كتير، وما في هالحلاوة اللي بتخليك هيك كز نفسك. عن جد اللي بده ياكل حلو طيب. ورح نرجع نجي لعنده برمضان ونشوف حلويات رمضان. وكمان وعدنا انه يعمل اكيب جديد لحلويات دايت ولمرضى السكري. فعن جد تعوا جربوه ومش رح تندموا. يلا باي. باي. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. لايك وحطوا كومنت مين أهضم، أنا أو هو. باي. باي.